السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة أخبار الآن. بعد مرور أسبوعين كاملين على الزلزال، أصدر حزب العدالة والتنمية بياناً يتعامل فيه مع الوضع بشكل ديني وسياسي. في هذا البيان أشار الحزب إلى أنه ينبغي على الناس أن يعيدوا التفكير في أعمالهم وسلوكهم من خلال العودة إلى الله. أكد الحزب أن الأحداث التي تحدث للإنسان هي إنذارات تدعوه لإعادة النظر في سلوكه ومعاصيه، وليس فقط على المستوى الفردي ولكن أيضاً على الصعيدين العام والسياسي. هذا البيان أثار جدلاً وانتقادات داخل الأوساط الثقافية والإعلامية في المغرب. بعض المعلقين اعتبروا البيان شعبوياً وقالوا إن الحزب يحاول إعادة استخدام الخطاب الديني الذي قدمه في السابق والذي تخلى عنه تدريجياً، خاصة في قضايا مثل القنب الهندي والعلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك يعتقد المحلل السياسي بلال التليدي أن الحزب انتهج هذا الخطاب الديني بناء على انتشاره في الأوساط الشعبية بعد الزلزال، وقام بتضمينه في بيانه، وقال إن الحزب يحاول مجرد تنسيق مع النغمة الشعبية. عبد الرحيم العلام، محلل سياسي آخر، يوافق على أن البيان يحمل طابعاً شعبياً، ويعتقد أن الحزب استلهم هذا الخطاب من التصريحات الشعبية بعد الزلزال. يؤكد أن الحزب لم يكن يملك هذا الخطاب لو لم يكن مشهوداً له بالانتشار في الأوساط الشعبية. العلام يذكر أن الحزب مر بمرحلتين هزتا استقراره، أولهما هو الانتخابات التي خسرها، وثانيهما هو الزلزال الذي أثر على المناطق المتضررة. يشير إلى أن الناس لم تصوت للحزب فقط بسبب خطابه الديني، بل أيضا بسبب أداء الحزب الضعيف في التدبير والسياسة. ويضيف الإعلام أن الحزب عاقبه الناخبون بسبب تقديمه تنازلات كبيرة واكتشافهم لضعف إدارته، وأنه خسر صورته في العديد من الملفات الهامة. كما أشار إلى أن إنجازات الحزب خلال فترتين حكوميتين كانت ضعيفة، وأن الزلزال كشف عن هشاشة الإجراءات التنموية في المناطق المتضررة. بلال التليدي يشدد على أن الحزب كان يجب أن يتعامل مع هذه الأفكار بلغة سياسية بدلاً من اللغة الدينية. يؤكد أن الحزب يجب أن يبقى ملتزماً بالخطاب السياسي ويترك الخطاب الديني للعلماء. يشدد على أهمية التوازن في الرؤية التنموية، وأن الحزب يتحمل مسؤوليته مع الحكومات السابقة في تقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة.